بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كشري الحلة الواحدة يا جماعة، بحركاتنا وبتكاتنا. صلوا بينا على النبي كده. واللي أول مرة يشوفني ويشوف قناتي يحط لي لايك ويعمل لي سبسكرايب، هينورني طبعا في قناتي. ويلا بينا نقول بسم الله وعلى بركة الله ونشوف معانا ايه. بصوا أنا جايبة ربع كيلو من كل حاجة. ربع كيلو رز، ربع كيلو عدس. العدس طبعا العدس بجبة، ربع كيلو شعرية، ربع كيلو مكرونة. لا البصل بقى نص كيلو، لان طبعا انتوا عارفين ان الكشري بيحب البصل الكتير. وادي كمان ربع كيلو حمص. نقول بسم الله وعلى بركة الله كده. هنعمل ايه؟ ادينا حمرنا الشعرية عادي، بس يعني الشعرية بتكون كتير وبنحط الرز عليه اهو. صليتوا بينا على النبي. ادي الرز مع الشعرية بنقلب كويس جدا. اهم حاجة تكوني ناقعة العدس من قبلها بيوم. تجيبي العدس البلدي الجميل بتاعنا، بصراحة بيفرق في طعم الكشري قوي يا بنات. شايفاكي اللي محطتليش اللايك. وادي ربع كيلو العدس هنقلب فيه، نحط له ملحه. شايفين؟ قلب 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 كده يا عم الحاج. وبحطينا الشعرية والرز والعدس، نحط له الملح بتاعه ونشوف الحدق بتاعه كويس قوي. وبعدين نشوف هنعمل ايه. ادي الحلة الواحدة يا جماعة عملت فيها ربع كيلو من كل حاجة. ادي الملح كمان اهو. شايفاكي اللي ما بتحطيليش اللايك وبتسمعي الفيديو مش بتحطي لايك، انا شايفاك. طبعا بيوفر جهد وبيوفر مجهود وبيوفر مواعين. يعني ما تعملي كل حاجة في حلة هتبقى الدنيا هايصة. فاحنا بنعمل ايه يا بنات؟ عملنا كله في حلة واحدة. ادي الشعرية والرز والعدس فوقيها. وهنحط ايه تاني؟ صح، هنحط المكرونة. يلا نحط المكرونة على الوش. ونبتدي بقى ايه؟ نضيف المية بتاعتنا. ادي المكرونة كمان يا بنات اهي. شايفين؟ كله 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 في حلة واحدة. وبعدين هنشوف بقى ايه المية بتاعتنا ايه هي. تكون طبعا فوق المكرونة. وما تخافيش، حطي كله على بعضه وكله هيستوي وهوريهولك ان شاء الله اما يستوي. يلا حطي لي لايك لحد ما يستوي. هنعمل ايه كمان؟ هنعمل البصل. شوفوا بقى، انا البصل دوت حطاله معلقه دقيق ومعلقه نشا وفرقبي قوي. وبعدين عاملاه بزيت، انا مش حطاله اي انواع السمنه خالص. اتحمر، شلناه اهوت من التحمير. شايفين يا بنات الزيت نضيف ازاي؟ وادي البصل. شايفين البصل بيشخشخ. هنحط بقى معلقتين توم مفرومين كده في مكان الزيت اللي عملنا فيه البصل. وشفشق كده بتاع القوطة بتاع الخلاط، عاملة خلاط كده حلو من عصير طماطم طبعا. هنحطها عليها. مش هتحتاج اي حاجة تاني. ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة. وبلاش افتكاسات في الحاجات دي عشان ما نغيرش الطعم. بس كده بس كده، نسيبها تتسبك ويكون الرز معانا استوى. ادي البهارات بتاعتنا يا بنات، حاطه بس معلقه شطه، ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه ومعلقه شطه. بصراحه الشطه فرقت معاها جامد، يعني خلتها سبايسي كده حلوه. حتى معلقه صغيره طبعا. بصوا بقى، بصوا البصل بيشخشخ ازاي. بصوا. وخلاص كده ادي الرز. ادي بصوا يا جماعه استوى اهوت. هنبتدي نغرفه بقى بطريقة حلوة زي بتاعة المحلات عشان نغري بيها أولادنا. أنا بس بوريكم إن المكرونة والعدس وكله استوى. بس أهم حاجة لازم تكوني ناقعة العدس من قبلها بيوم. عدس بجبة. ولو ما فيش وقت ابقي اديله غلوة، يعني خليه نص سوا كده. هنبتدي بقى نفرغه بقى مع بعض عشان تشوفوا ان الدنيا تمام التمام. شايفاك اللي ما حطيتليش اللايك. ادي يا جماعه العدس كله 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 الكشري في حله واحده.
بس كده بس كده. وما خدش مننا وقت وما خدش مجهود وما خدش مواعين. وطبعا كلنا بنحب الكشري وبنروح نشتريه من بره بقد كده. انا وريتكم اهوت استوى. هبتدي بقى ايه، عملت طبق حلو كده محترم. طبعا البصل جنبه. عملت تومية كمان، تومية سهلة جدا طبعا. توم